من الجهة اليسرى، وأصبح حتى ريال مدريد يلعب في نصف ملعب إلتشي. ميليتاو ينقل الكرة سريعة جدا إلى ركلة مرمى لمصلحة إلتشي. الكبير كارلو أنشيلوتي والعلشة الاعتيادية. لكن المرة الأولى يوم درب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد حصل على 4 ألقاب. المرة الثانية بعد العودة حصل على 5، وآخر لقب طبعا بطولة كأس العالم للأندية. يعني كل الألقاب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد 9، يبحث عن اللقب العاشر. الهلال السعودي في المباراة النهائية. بصراحة كنا نتمنى والله أن يكون لقب بطولة كأس العالم للأندية لفريق عربي، ولو حدث ذلك راح يكون للمرة الأولى. الهلال الذي لعب المباراة النهائية بطولة كأس العالم للأندية القادمة سوف تقام في المملكة العربية السعودية. عندئذ يعني نطمح بإذن الله للنادي الكبير 81,000 متفرج. انطلاقة حضرة تأتي من ماركو أسينسيو، ارتمى في الزاوية اليمنى، وكريم بنزيما لعبها كما تلاحظ الآن. تقدم كريم بنزيما، جول